لما قال عرب افريقيا احسن ولا عرب اسيا كل حلقات لا يا احمد الله يخليك لا رد على خالد احمد يا بسالك يا الحوار اخذ وعطاء. لا ما انت كل مره خالد لما قال انتم خليكم في عرب افريقيا وكنتم عرب. اسمح لي انا عرب ما نتطوروش اذا نتكلم بالعقليه هكا ما كنتطوروش. سلطنه عمان منتخب عمان شنو هو اللاعب المميز عندكم عطاكم في الخليج؟ شنو هو؟ تقول لنا مباراه على البرازيل فيما نهضروا معك تقول لنا البرازيل والارجنتين البرازيل والارجنتين. من هي البرازيل ومن هي الارجنتين؟ الارجنتين فازت عليها السعوديه في كاس العالم. استاذ العالم استاذ العالم استاذ البرازيل. لا 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 انت ورحت لا تكلم البرازيل استاذ العالم. البرازيل استاذ العالم في كرة القدم. البرازيل حاليا لا تقول والارجنتين من أسوأ المنتخبات الحالية. ليش؟ لا جينيراسيون اللي كاينه والارجنتين البرازيل والارجنتين فاز عليها المغرب والارجنتين تعادلت مع والارجنتين على نفس لا اسمح لي لا بان دول الخليج تحلم بالبرازيل تحلم بالارجنتين وتحطموا شمال افريقيا. مش معقول البرازيل مش معقول صراحه. لاش من اسياد العالم ما كانش اسياد العالم. لا على تقارن نفسك بالبرازيل والارجنتين. اسياد العالم عليك مش علينا احنا. لا احنا مش اسياد علينا البرازيل. احنا فزنا على البرازيل. لا اسمح لي فزنا على البرازيل بجوج واحد. مباراة واحدة فزنا على البرازيل. اسمح لي مباراة واحدة على البرازيل ما يصير تتكلم كذي ما يصير. اقل من 20 ولكن ما تقول احنا لا تعال ما يصير احنا مش عبيد للبرازيل. تذكر اللعبة واحدة احنا مش عبيد للبرازيل. احنا ندافع على الكرة العربية. كرة القدم البرازيلية في مؤتمر الصحفي قال نحن لا نمثل العرب. ما يخالف لانك كرة القدم بالرياضة البرازيل والارجنتين ارغى منك على نفسك. لا تكلم واقع. لا لحظة انت في على نفسي انا هنا انت تعادلت يا تونس قاعد تغنى فيها مع البرازيل وانت عندك فوز واحد قاعد لا البرازيل عندهم لاعب واحد اللاعبين العرب كلهم. اي لاعب اسمح لي ما يصير. انت تبيها عروبه سوف يقع عروبه. تبيها رياضه سوف يقع رياضه. شنو تبيها؟ لا رياضه لا اوخه على عيني واسمعني. انا اقول لك رياضه البرازيل الارجنتين فوق العرب كذي بالرياضه هذا واقع. فزت عليهم الكل واسمعني يا انت تعادلت يا تونس يا برازيل تونس للحين تسولف. انت فايز للحين تسولف. لا حبيبي العرب هي مو حرب هي رياضه كرة قدم. احنا هذولي البرازيل الارجنتين المانيا هذولي اسياد العالم بالرياضه. اسياد عليكم مش علينا احنا. عليك بعد عليك تاريخ البرازيل فزنا عليها وليد الركراكي طنجة بجوج الواحد متى؟ في كاس يا متى اذا انت ما تعرف. لا هو كم مره فاز عليه؟ في واحد ما عرفش المغرب فاز على البرازيل. هذه هي في واحد بيلعب طنجة. اي هذه هي. في واحد ما عرف كاس العالم في الشيلي ما فزنا على البرازيل بس ماسك السالفه هذه عليك طاقك 10 مرات تفوز مره تقول لي فزت على البرازيل. شفت شلون مره واحده حافظها هذه اخر انتصارات عند المغرب هذه بس مره واحده انت مره واحده ضد البرازيل وتونس تعادل مره واحده ذبحنا تعادلنا البرازيل هذا بيحلم البرازيل مع رياضيا البرازيل والارجنتين والمانيا كذي العرب كذي مع احترام. احنا اصلا وصلنا الدور الاربعه مع المغرب هذه مره ما راح بالعقليه هذه. هذا شمال افريقيا وهذا شمال اوروبا وهذا العربيه وهذا كذا. لا اسمح لي عربيه كيفاش نطوروا رواحنا اذا كان انت تقعد تحكي لي على البرازيل على نفس البرازيل كمني فيها يعني البرازيل والارجنتين. انت تعادلت يا مباراه المره اللي فاتت جاي قال لي قاعد تغنى مباراه البرازيل تدريبيه للحين يحكي لي للحين وهني تغنى مباراه البرازيل فايز على البرازيل بالمغرب هو مجاب له 10 مرات على اوروبا مرات فاز مره مستانس. يبقى البرازيل الارجنتين المانيا وتفاحه. صحح معلوماتك مش 10 والله العظيم مع البرازيل مش 10 صحح معلوماتك مش 10 احنا مع البرازيل محسوبين على رؤوس الاصابع كم مباراه المغرب والبرازيل. ولكن المنتخب الوحيد اسمعني المنتخب الوحيد في العرب هو المغرب الذي فاز على البرازيل مع وليد الركراكي فاز على اخر نتائج. من كم مباراه فايز عليه؟ ما شافهاش من كم مباراه
كيفاش ما نشوف مباراه؟ عدد المباريات انت لعبت على البرازيل ايش كثر؟ احسبها انت احسب لي اياها. لا احسبها انت اللي كتقول 10. انت احسب لي اياها. 10 ربحتوا واحد. اخر لعيبه المنتخب البرازيلي بعد اولا البرازيل. لا اسمح لي، كاس العالم انا فزت على فرنسا 1-0. ابي البرازيل مالو مال البرازيل وهي بطل اوروبا. البرازيل والارجنتين هو قاعد يتكلم على فرنسا الحين. هاي بالبرازيل والارجنتين. تعال لي حق البرازيل والارجنتين. فرنسا الحين اقوى من البرازيل. لا فزنا بالارجنتين. لا مو اسياد العالم. اسياد العالم بالرياضه تحلموا مع البرازيل. الحين انت بتحط منتخبات كاس العالم، اطالع الجدول قدامك، منو اكثر فريق ماخذ كاس العالم؟ تصنيف البرازيل. انت وين والبرازيل وين؟ انت وين والارجنتين وين؟ لا هذا واضح. مانيش مولود. احنا نشجعكم. حاب تطور من نفسك. احنا نشجعكم. مع تونس تعادل مع البرازيل لغايه الحين يتغنى فيها وين فاز على البرازيل. سبب عدم تطور كرة القدم في الخليج امثال هذا. الله ايه امثاله دي؟ سبب تدهور الرياضه العربيه المجاملات. يحلب البرازيل ونسى الكويت. يا ودي طور الكويت لا تشوف البرازيل. سبب دمار الرياضه العربيه المجاملات. اللي ما يقول الحق قول الحق. انت تجامل، انت مجامل، رجل مجامل. قص الحق. هل انت تقول معتمد كلامك ان المغرب وتونس افضل من البرازيل والارجنتين؟ انت تعبني فيها يا ربي. مين فاز على الارجنتين في النهائي في الشيلي؟ انت الكويت. لحظه لا حول ولا قوه الا بالله. متى هذا اي سنه تتكلم؟ هذه السنه المنتخب الاول كاس العالم اقل من 20 سنه. المنتخب الاول انت يمكن مزور. انا زمانك مزور. طور بعد اقل من 20 سنه. يمكن مزور. انا ايش دراني يمكن مزور. في كاس العالم تزوير. لا تكلمني عن الشباب. الفريق الاول الصغار تزوير. انا حطيت هذا اتهام خطير. هذا تتابع عليه في المحاكم الرياضيه. ما يخالف. اقسم بالله تتابع. انت تتهم الجامعه الملكيه المغربيه بالتصوير. اعمار بالاعمار. كلامك من المجلس يا هذا. جمال اسحب كلامك. اسحب كلامك. لا جمال لحظه اسمعني. انك تتناقش مع فنيا حقك، لكن اسمعني ما اسمح لك تسيء الى الجامعه الملكيه. لا بالعكس. لا تقول شيء تزوير. خالد مع المغرب انا اقول منتخبات الشباب الناشئين فيهم تزوير. ما عندنا احنا الكل ما عندنا تزوير. ما قلت المغرب. انا جمعت الرياض. لا انا ذكرت اسمح لي. انا ذكرت بان اخر منتخب فاز باقل من 20 سنه هو المغرب في الارجنتين، على الارجنتين في النهائي. فاز على البرازيل. نعم. فاز على الفريق الاول. تعال الفريق الاول. اعطيني شباب. فزت على اسبانيا وفزت على البرازيل. عمان فاز كاس العالم. وهذا على الكويت. خلي عمان. وصل عمان. محمد عامر عماني خذ افضل لاعب بالعالم. افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي خذ افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي خذ افضل لاعب بالعالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. فاز كاس العالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. سعودي محمد عامر افضل لاعب بالعالم. ايش دخل بهدي وايش دخل الكويت؟ والكويت لا انا اكلمك. كاس العالم في 82 مع فرنسا بغاو ينسحبوا. هذا مو مقياس. هذا مو مقياس. للحين هذا مو مقياس. يا ما اقول لك الشباب، يا ما اقول الشباب الناشئين. تعال على المنتخب الاول. شباب ناشئين اطلع لك ثاني. قانا واصل 14 مره في نهائي كاس العالم. يعطيكم العافيه. السعوديه لعب نهائي كاس العالم. كاس العالم. اسمعني انا بعد عرفت. لا انا قاعد اتكلم انه بالنهايه بعد عرفت علاش دابا غنهضر على النموذج ديال الكويت. علاش ما تطوراتش كرة القدم في الكويت؟ عادل لا هو قال لا ما نقص انا من حد. انا ما نديرش هو شخص. لا انا ما نديرش نهضر عليه. اولا كيقول كلام خطير جدا. لماذا؟ لان عندما نكون فئه اقل من 17 سنه واقل من 20 سنه فهذا يعني اننا نطور للمستقبل. وبالتالي مثلا النموذج الذي اقدم عليه فوزي القجع بتوفر مالي سيوله كبيره من جلاله الملك الذي قدم كل الفريق الاول. خالد اكلم عن الفريق الاول اللي قلنا ناشئين شباب. لماذا؟ انا اكلم عن الفريق الاول. الفريق الاول. لا تعال الفريق الاول. صغار ناشئين شباب. لا الفريق الاول. ما يخالف. الفريق عالمي معاك. هذا كاس عالم. بلغاريا صار رابع عالميا. وين بلغاريا؟ بلغاريا المغرب رابع عالميا. بلغاريا صار رابع العالم. وين الحين؟
بلغاريا لا حول ولا قوه الا بالله. كوريا الشماليه وصل 94 بلغاريا 94 وصل دول 4. وين الحين؟ انا اقول لك البرازيل الارجنتين المانيا هذا لما يموت ويهزوا الناس غادي يغطيوا بالعالم البرازيل مش بالعالم الكويت. اتكلم عن فرق حققت كاس العالم. البرازيل المانيا الارجنتين هذول فرق فوق. احنا العرب لا نقارن نفسنا فيهم. احنا ممكن لا ما تقارن. شنو عندك؟ حط فريق عربي عندك كاس عالم. عندك كاس عالم. طلع هو الكره عندك كاس عالم. بدي انا نقارن نفسي بيه. احنا العرب انتهى كاس العالم نستانس. هم ينافسون كاس العالم. يعني شنو يلعب عندي انا نتخبى في البيت. عندك كاس عالم نلعب وننافس. عندك كاس عالم. عندك كاس عالم. فزت على فرنسا بكاس العالم والمغرب جرب على البرازيل. خلي احكي لك من فرنسا تعالي. لا تعالي. لا كم كاس عالم عندك؟ تحب تتطور انت تأهل. قارن نفسك. اقول اسمعني انت تأهل كاس العالم ما تصدق. هم يبون كاس العالم. احنا بالعرب يا جماعه احنا بالعرب والله ما كتقول شي حاجه مفيده بالله. احنا العرب شوف خلينا على العرب خالد. والعرب ها هما انتهى كاس العالم الثالث. هذول يبون كاس العالم. العراق الامارات مصر ها جزر القمر ها تونس ها المغرب ها قطر. حبيبي العرب والعرب اتفقوا على لا يتفقوا. كلمه اخيره. عادل العفو بس انت اوكي من حقك تمدح المغرب ونتائج المغرب. لا انا امدح الكره العربيه. اسمعني بس الكره العربيه. انا تكلمت على الكره تطوير. احنا جينا هنا نتكلموا على تطوير كره القدم العربيه ما ينقص من الكره العربيه. انا ما بسمح له يزيد. لا نقص مع البرازيل والارجنتين صح ما نوصل نفسه. انا لا اؤمن بالبرازيل ولا بالارجنتين لاني تفوقت على البرازيل في الكبار وتفوقت عليها. وين كم كاس عالم عندك؟ كم كاس عالم؟ اخر نتيجه كم كاس عالم؟ وان شاء الله وين اخر في النتيجه؟ ان شاء الله الا كتب وما متناش وجينا لهذا المجلس الموقر ويكون المغرب لعب مع البرازيل في الولايات المتحده الامريكيه سوف اسكت ذاك الفم ان شاء الله. شوف عادل العفو من حقك يعني تفتخر بانجازاتك وبالاشياء اللي عملتها ذا كان تونس وذا بس بنفس الوقت ما تنسف كل التجارب او تجارب الاخرين. شكون التجارب؟ تجارب الكل دا يحاول. انت نجحت لا ولكن شكون اللي سفنا؟ احنا ما سفنا توا. بس اسمعني انت تقول الخليج ما دا يتطور بسبب هاي العقليات. لا انا قلت كرة القدم الان لانه هو شوف بعدين دخلت على الكويت قلت الكويت خسر بال 82 وذكرت نتائجه وذكرت هذا. وجاوبتوا عليه هو كان لك احنا عندنا التزوير. هذا راه كلام خطير. هذا راه في مجلس موقر. لا ما يقولش بان احنا نتكلم عن الاول. لا عادل تطوير كرة القدم يبدا بالناشئين 17 سنه 20. الان تجربه انا ما خلانيش نكمل. التجربه المغربيه هاد 17 سنه اللي معاهم ما حد ناكر. لا غير اسمح لي. هاد التجربه ديال الاقم 17 اللي معاهم نبيل بها وجاو هنا الاسباير ووصلوا للدور الثمانيه. الان غيطلعوا لاقل من 20 والتجربه عطاو ان هذا المدرب غيبقى معاهم في اقل من 20. وهبي اللي مشى للشيلي وفاز مع المنتخب على الارجنتين في النهائي غيطلعوا لاقل من 23. لماذا اقل من 23؟ يستعدوا للالعاب الاولمبيه ويستمر معهم وهبي. يعني كاينه هناك استمراريه. هذا من اجل تطوير كره القدم. تجربه ناجحه بصفه تجربه وهذا ما خلاناش نقولوا هذا راه مصلح هو يقول. لا نشأت لو سمحت. انا قاعد اتكلم على الفريق الاول. انا اتكلم عن الفريق الاول. نشأت كلمه واحده. على المنتخب الاول. الفرق العربيه الفرق العربيه تسوي مسيره الى صدد كاس العالم. الارجنتين والبرازيل في كاس العالم. هذا الفرق. جمال اسمع التجربه الوحده نقولها نكملها. كيهضر على المنتخب الاول. اوكي المنتخب الاول الان هو مصنف 11. لا هو لا غير اسمح لي نجاوبوا على المنتخب الاول 11 عالميا والرابع اخر كاس العالم واول عربيا. كاس العالم الاخيره الرابع هنا في هذا القطر اللي لا ننكر خير كل الجماهير العربيه التي وقفت وراء المغرب وخاصه دوله قطر لان فال خير على الكره المغربيه. ونفس الشيء الان نتمناه في الكره العربيه. عادل وعمار وجمال شكرا لكم. سخفتنا يا صاحبي عندنا السكر. ان كل واحد فيكم يدافع عن فكره ونهجه هذا حقكم في النهايه ويعجبنا الشخص اللي يدافع عن وطنه. ما فهمنا حاجه وعن انجازات وطنه. مش لازم تفهم. انا فهمت موضوع ما فهمت انت يوم انت تتكلم شمال افريقيا واسيا ما اتكلم معاك. نحن نتكلم